تحية قيادة محلية، تحية جهوية، قيادة محلية، تحية جهوية، قيادة محلية، تحية جهوية، تحية محلية، قيادة وطنية، تحية محلية. الشعب يريد مصباح العدالة، الشعب يريد مصباح العدالة، الشعب يريد مصباح العدالة. تحية نضالية. مسؤول علينا بالنسبة للظروف اللي معروف. محمد اسمعني. وسجل اسمك في تاريخ الحكومة المغربية. وبن كيران يا أسد، وبن كيران يا أسد، وبن كيران يا أسد، وبن كيران يا أسد، يا محارب الفساد ويا محارب الفساد. سجل اسمك في تاريخ العدالة والتنمية. سجل سبعة الانتخابات الجماعية والشهوية من عدة 14 تنبيه. كنا نتشكر غير في الحضور نتحاضر للمهرجان ندى يتحضر فيه السيد الأمين العام السيد عبد الإله بن كيران. السيد منون، السيد من مصداق الإقليم أزيلان ترحاب السيد الأمين العام السيد عبد الإله بن كيران. إزنزار الأخ الكاتب الإقليمي إزنزار عبد إزنزار انتخب المنصة. داوني تقدم ديال السيد الحسن الداودي ميسايتو داود زواوي زغد. هاي الداود عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية. داوني تقدم العمراني سليمان مثل مونيلس نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية. وكيل اللائحة الإقليمية لإقليم زيلان. دام ترحاب ديال النائب البرلماني سي عبد الكريم النماوي الذي تسلم يسترى الأجواد والنزلات الفتوح والخطاب. داولين تقدم الأخت شيماء زاري وكيلة اللائحة المحلية لحزب العدالة والتنمية من زلال.
كنقدم لكم كذلك سمية عبداوي في اللائحة ديال العدالة الوطنية ليتيم أزيلان. وكنقدم لكم كذلك الأخ سعيد الوكيل ديال اللائحة المحلية ديال البلدية ديال أزيلان. إذن الكلمة مزاروت أتيشي الكاتب المحلي الحسن بولمان ولتفضل مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إنه لشيء يثلج الصدر ويفرح الفؤاد، ويسرنا غاية السرور أن تتواجد معنا اليوم في هذه المدينة العزيزة على قلوبنا، مدينة أزيلان. فبعد كل المهرجانات الخطابية التي أطرتها في كل من سلا وتطوان وتازة، والتي حققت بفضل الله وكما العادة نجاحا منقطع النظير، ها أنت بيننا في مدينة أزيلان. فأصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء المكتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بأزيلان وعن مناضلي ومناضلات الحزب أقول مرحبا بك مع كل شروق شمس وغروبها، مرحبا بك عدد نجوم السماء اللامعة، مرحبا بك عدد قطرات الندى على الزهر، مرحبا بك بين إخوانك وأخواتك. كما لا يفوتني بهذه المناسبة الغالية أن أرحب أيضا بالحسن الداودي وسليمان العمراني. مرحبا سرون كنا يتمازيغ تيتقام شكون هنايا وتحتاج مسرون صحابي. فمرحبا بكم جميعا. كما أرحب أيضا بأسمى وأحلى وأغلى عبارات الترحيب بالحضور الكريم الذي أبى إلا أن يستجيب للدعوة ويشاركنا هذا الحفل البهيج الذي ارتأى الأمين العام السيد عبد الإله بن كيران أن ينظم في الأيام الأولى للحملة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجالس الجماعية والجهوية. وما إصرار الأمين العام على تنظيم هذا المهرجان بمدينة أزيلان في هذا الوقت بالذات إلا تعبير عن حبه واحترامه وتقديره لهذه المدينة ولساكنتها. فأزيلان بهذا تكون في طلائع المدن التي ستنظم بها هذه المهرجانات. أيها الحضور الكريم، كما لا يخفى عليكم فإن بلدية أزيلان ولأول مرة ستخضع الانتخابات فيها لنظام الاقتراع اللائحي، هذا النظام الذي استبشر به حزبنا حزب العدالة والتنمية خيرا لكونه وسيلة مساعدة على تنظيم وعقلنة المشهد السياسي والحزبي. هذا النظام الذي يوفر قدرا أكبر من النزاهة والشفافية على العملية الانتخابية، والتي أصبح الناخب فيها مدعوا إلى التصويت على اللائحة بأكملها، أي على الحزب وليس على فرد واحد فقط، عكس الاقتراع الفردي الذي كان من السهل على أصحاب المال الحرام وتجار الانتخابات الفوز فيها، نظرا لاقتصار هذا الفوز على شرائهم لبضعة أصوات ليضمن بذلك الفوز بمقعد مستشار جماعي. وعلاقة بموضوع اللائحة، فحزب العدالة والتنمية له قوانين ومساطر دقيقة ومعقدة
لاختيار مرشحيه الذي يجب أن تتوفر فيهم شروط صارمة من أجل الترشح باسم الحزب. وحزب العدالة والتنمية يعطي بذلك المثل الأعلى في الديمقراطية الداخلية التي هي ممارسة فعلية داخل هياكل الحزب يشهد بها الخصوم قبل الأصدقاء، وليست مجرد شعارات فارغة كما لدى البعض الذين وجدوا صعوبات جمة في تكوين لوائحهم. ودون الدخول في التفاصيل فأنتم تعرفون جيدا ما وقع محليا في هذا الموضوع، ولكم أيضا أيها الحضور الكريم أن تقارنوا بين لوائح الأحزاب المتنافسة في هذه الانتخابات لتدركوا أن بعض الأحزاب لا يهمها سوى تقديم لائحتها دون الاهتمام بمعايير الشفافية والنزاهة والصدق المفروضة أن تتوفر في كل مرشح للانتخابات. إننا نسعى من خلال مشاركتنا في هذه الانتخابات إلى المساهمة من موقع تسيير شؤون البلدية ولم لا الرئاسة، معتمدين في هذا على ثلة من الشباب المعروفون بصدقهم ونزاهتهم وسمعتهم الطيبة ووعيهم الكبير بأهمية العمل السياسي الجاد والهادف. أما برنامجنا الانتخابي فقد ارتأينا أن نلخصه في 4 أولويات كما تعرفون ذلك من خلال البرنامج الذي وزع عليكم. الأولوية الأولى تتعلق بتطوير خدمات القرب الإدارية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والرياضية، فيما الثانية تتعلق بتعبئة جيدة وتدبير أفضل للموارد البشرية والمالية للبلدية، في حين تتطرق الأولوية الثالثة إلى مواصلة مجهودات التنمية المستدامة على مستوى المدينة. أما الأولوية الرابعة والأخيرة فتتمحور حول المساهمة في تنزيل مشروع الجهوية المتقدمة وتكريس التدبير الحر والفعال لبلديتكم وبلديتنا جميعا، بلدية أزلال. أيها الحضور الكريم، سكان مدينة أزلال، إننا في حزب العدالة والتنمية لن نقدم لكم وعودا كاذبة يصعب الوفاء بها، إلا أننا نستطيع أن ندعوكم إلى تعاقد بيننا وبينكم، وهو كما يلي: أولا، أنتم تصوتون على لائحة المصباح ونحن سنكون خير أمناء على المال العام. ثانيا، أنتم تصوتون على حزب العدالة والتنمية ونحن ستبقى أيادينا نظيفة كما عهدتموها في مناضل الحزب دائما. ثالثا، أنتم تصوتون على رمز المصباح ونحن سنساهم في تدبير شؤون البلدية بكل شفافية ونزاهة وصدق. ورابعا، أنتم تصوتون على مرشح حزب العدالة والتنمية ونحن سنبذل قصارى جهودنا لتحقيق أقصى تنمية ممكنة لهذه المدينة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا سي حسن بولمان، كاتب محلي لحزب العدالة والتنمية ببلدية أزلال. الكلمة الآن للأخت شيماء بزار، وكيلة اللائحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحسن خلق الإنسان وأعده وألهمه نور الإيمان فزينه به وجمله، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وتابعي منواله صلى الله عليه وسلم. باسمي وباسم ساكنة مدينة أزلال أشكر السيد النائب العام لحزب العدالة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية السيد عبد الإله بن كيران ووفده الكريم لتكفلهم عناء السفر وقدومهم إلى مدينة أزلال. حياكم الله وأحياكم وأبقاكم للأمة ذخرا تصلون أسبابها وتعيدون لها نضارتها وشبابها وترفعون أعلامها وتدفعون ظلامها برحمته ومنه. وهبنا الله وإياكم التوفيق وهدانا سداد الطريق. دمتم ودامت خطاكم التي أنارت هذه المدينة الطيبة التي تتميز بموقعها الجغرافي العالي
كأخلاق أهلها الذين لا ولن يرضوا لأرضهم إلا الأناس النزهاء الشرفاء لتعيينهم على مواقع المسؤولية. وإننا نحن كممثلين للحزب نعده أولا وأخيرا بالبقاء على العهد والوفاء والأمانة، وبأننا سنبذل كل ما في وسعنا للمضي بهذه المنطقة للأمام كل منا من موقعه. وبصفتنا مرشحون لهذه الاستحقاقات نشعر بالمسؤولية الكبرى وواعون بصعوبة الطريق التي نسلكها، وواعون أيضا بدور المرأة في هذه الاستحقاقات وفي الحياة العملية بأكملها، ولا سيما في هذه الجهة التي لا زالت نساؤها تعاني من التهميش والضعف التمثيلية. ولكي لا أطيل عليكم أقول لكم يا ساكنة أزلال الطيبون، لكم منا حسن الوفاء ووميض الأمل، فسواء فزنا في هذه الاستحقاقات أو خسرنا سنظل نبذل كل الجهود وستظل أيدينا ممدودة ومستعدة لخدمة وطننا الحبيب. وأدعوكم للتصويت على حزب المصباح، حزب النزاهة والإصلاح. جزاكم الله عنا خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للأخت شيماء براز وكيلة اللائحة ديال البلدية ديال أزلال. الآن مع الكلمة ديال الأخ سليمان العمراني وكيل اللائحة الإقليمية لإقليم أزلال، تعرفونه وهو ابن تيمولينت وبرلماني عن دائرة فريكا ونائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم تتشرف مدينة أزلال بل إقليم أزلال باستضافة الأخ الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الأستاذ عبد الله بن كيران. الأخ الأمين العام بعد 3 جولات في تازة وفي سلا وفي تطوان يأبى إلا أن يجعل محطته الرابعة هي أزلال، رغم الصعوبة والإنهاك والتعب، إلى أنه أصر أن يأتي إلى أزلال وأن يتواصل معكم إخواني أخواتي، لأننا اليوم في واحد اللحظة مهمة جدا. بلادنا إن شاء الله في 14 شتنبر غادي تعرف انتخابات أساسية ومهمة لبلادنا، أول انتخابات في الدستور الجديد تنطلعوا إن شاء الله باش تكون واحد لحظة جديدة ديال الديمقراطية ديال الإصلاح اللي بدينا على الأقل من 25 نوفمبر 2011. إخواني أخواتي، اليوم خصنا نعرفوا المسؤولية ديالنا. حزب العدالة والتنمية عنده واحد النهج يعرفه الجميع، وأنه حزب ديال التواصل مع المواطنين، حزب ديال الوفاء بالتعاقدات ديال المواطنين. إقليم أزلال ما عندهاش فيه برلماني، ولكن مع ذلك سي النماوي، سي عبد الله موسى والأخت سعادة بوسيس اللي هما برلماني ديال الإقليم بلي بلا الإقليم فقيه وصالح تيتبناو المشاكل ديال إقليم أزلال وتيزوروا المناطق الوعرة. وقبله كان سي الداودي بلي كان نائب برلماني، كان تيمشي لأقصى المناطق في إقليم أزلال وتياخذوا المشاكل وتيتبناوها وتيوصلوها إلى المسؤولين وإلى الوزراء. هذه أي تعبدي على سبيل المثال. في ذلك اليوم هذا هو منهج العدالة والتنمية، أنه يتبنى قضايا المواطنين. اليوم هذه حلقة جديدة في الانتخابات الجماعية، جئناكم إخواني أخواتي وتنقدم لكم واحد النخبة ديال مسؤولي حزب العدالة والتنمية، والتقديم ديال السي الداودي وكيل للائحة إقليم بني ملال للجهة، وترشيح نائب الأمين العام وكيل لائحة إقليم أزلال للجهة. هذا واحد العربون ديال الوفاء لأطر إقليم أزلال اللي عندهم مكانة في حزب العدالة والتنمية. اليوم تيرجعوا وفاء لهذه الجهة ولهذا الإقليم باش يكونوا مرشحين لكي يخدموا المواطن ويخدموا الساكن ديال إقليم أزلال وديال جهة بني ملال الخليفرة على بصفته العامة. لذلك جئناكم اليوم مرشحين وعندنا استعداد إن شاء الله، وعندنا الإرادة وعندنا القوة أننا نساهموا إلى جانب كل الفرقاء اللي هما غيورين وصادقين باش ننهضوا بالشأن المحلي. للأسف الشديد
مازال كاين مشاكل في الشأن المحلي في واحد العدد ديال الجماعات، فوعدنا لكم ان شاء الله اننا في جهه بني من الخليفره غادي نتبنوا المشاكل ديالكم وغادي نوصلوها ونعالجوها، كما ان اخوانكم واخواتكم ايضا في مدينه ازيلال وفي كل جماعه ديال اقليم ازيلال تلك الاراده غادي ياخذوا المشاكل ويخدموها ويعالجوها. وهذا هو اللي قدم لنا النموذج في مجموعه ديال الجماعات التي ترأس حزب العداله والتنميه. ادعوكم اليوم وهذه واحد اللحظه ديال الجواب عن السؤال، اجلوا الاحزاب السياسيه لفائده المواطن منذ 2009 الى اليوم. انظروا حصيله حزب العداله والتنميه في اقليم تطوان وجماعه تطوان وفي القصر الكبير وفي القنيطره وفي قصر التادله وفي وادي ظل وفي 40 جماعه نرأسها في المغرب و150 جماعه نجحوا في تسييرها. العداله والتنميه قدموا واحد النموذج ديال التدبير الشفاف، ديال النزاهه، ديال الكفاءه، ديال خدمه المواطن، ديال المصلحه العامه التي تعلو على كل الاعتبارات. في ذلك اخواني اخواتي نهار 4 شتنبر هذاك واحد الامتحان عسير وشديد، شكون اللي مسؤول فيه؟ اولا واخيرا هو المواطن. نقول لكم اليوم ميان العدو غمزيالو اصل 4 شتنبر العدو مزيالو هو يقارن هو الرشوه حضوات ايت مازيرت ايت زيلال ايت اقليم زيلال ما قال العدو مزيالو هو يقارن هو الرشوه رات البال الوداع ولا كان الرشوه تغيير الاصوات النون ما تنجحن والو التنميه والو الديمقراطيه ولا ودميه تظلم سي الاستقلال دغيا الرشوه اي حضر ديال الانتخابات ولكن ولا ودميه دغيا داروا التيري تحمل المسؤوليه مسلم التنميه مسلم يعني تقدم مسلم تيزيرني يبدان يشنو مارش يشنو الضوء يخصها تحمل المسؤوليه تصوت باش اذا يستحق الاصوات النون بدا اذا تبين النزاهه واذا ولي لا الدرع وتخدم قضايا المواطنين. وان شاء الله غرر الثقه بانكم الحمد لله غادي تصوتوا على العداله والتنميه. والمجيء ديالكم اليوم بهذه الكثافه هذا عربون، هذا واحد الاستفتاء لانكم جيتوا بارادتكم بحريه، ما خديتوا الفلوس، ما ضغطوا عليكم حد، ما عطيناكم الكيران ولا الكاميوات، جيتوا بارادتكم وضحيتوا وجيتوا اليوم بهذه الكثافه. هذه واحد الرساله بان العداله الحمد لله ملء قلوب المواطنين. في ذلك بغينا هذه الثقه ديال العداله والتنميه ان شاء الله تتوج باصواتكم يوم 4 شتنبر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نشكر السي العمراني سليمان الوكيل اللائحه لاقليم ازيلال. هي الانتخابات الجهويه تم مثل المنطقه مثل اقليم ازيلال يرشح حزب العداله والتنميه حمايه يدافع في المنطقات. بكلمه استثناء مثل تمازيغ الدكتور حسن الداودي استاذ جامعي الذي تسين متاع عضو الامانه العامه لحزب العداله والتنميه مثل يمين وودي ولا اني يخاطر قويزر مثل الداود وليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. عيت وزيلال عيت الناحية وزيلال وانشرة سوا وهنجاو شي تا كلشي سلام هاديك زجاوج مشور تمشير ما تحيحم والله راه وليد تجنود ميق شوف جديد الامين العام صغورون ما فاتينيم تبرت الديوي ورياض يقيمي المغرب النافع والغير النافع بركه. وين امان وين الغاب وين كلشي تشان كلشي وين واس بركه. هذا سنغ تريد امريكان يدي وين تبلاس هاد المغاربه يتسندوا سنه كلها ستغن بدا ستة انيني نقطه نقول ساستا شان تمازيغ دادي تبدون
لوقت دا انتخابات ارساغ ويدا غرغوري اليوميا نغد ويدا يضعفن ولكن خويا دوينس لا نوينس لا نوين ما دانتيني بغي دانتيني لا نبدل وردات تنزل وردات تساغن احنا ولكن مشتاني اللي يسجل وبديت بدا يصوت وينا انا وينا غير نقان دا تصوات مدروسن جديد دا وينا غوري تصوات المفسدين ورنا داوينا ودميق كلشي قاتناز للسبيطار وزات للسبيطار والصوتات بزاف اهو ما تصوتم هاي ناقص غان ولا سميكي ما خليها سميكي اشكون وين غيتصوت لي نقان دروسن لا يبغي ما الانسان يقيم يتخانس ارتيرا او رجين والو ايشي ما يتيت ما يدق تا ورق بعدا سلام 83 هادي اللي خصها تصوتني بنتني العداله والتنميه تسلمتيت اريد استغيدوني نقدم العداله والتنميه والتجربه الحمد لله نقدمها ونبني يصلحن واخويا ندي صغور وينس ازيلال المنطقه تغنو زيلال مشى للمشاهده يتشاف دو سيد منات دو تازيلال دو تزاويت مع حنصار دو تواويس ديال الكويت انركي تيكلف ما يمكنش يتبدو سياسه مدينه توردو فيت المناضلين سيديس وهذا تغيما ها الحنصالي ايوا ما يداتش من المنطقه انت تشاف انت تجاهد ولكن وطوم يصلح خمس المنطقه وطوم يصلح خمس دانتيني عاود يسمعوا البدلنين ما تواد هذيك يقول اسم بين الوداد ترس انت ترس لنا بغي المنطقه ديس الخيرات ولكن والو ديس الاستثمارات الشباب بغي دا يتقرا عاد واخا يسمت الله يطغري شويه يميق ولكن دا يتفق ولو فين الخدمت خصها يدوز الدار البيضاء خصها يدوز الرباط غادي يقيم غير الوالدين ساره هاي تقولي خصها يقيم خصها تنميه المنطقه المنطقه الجهه ورياد ديس قيمه غير كافه العملات بني ملال دوزيلال دقيق بن صالح ديس 5 تزايد خنيفره تزايد خريبكه ديس الخيرات ديس الفلاحه ديس يسافن ديس الفوسفات بغي يقعد في صالح الخيرات لا لوطوروت بلد الجامعات غير ها الكليه الطب قد تبنوا يا زيلال بغي مشى مرمض زاويه حنصالي ماشي عاود الرباط عاود موريسكو موريسكو وين الكريم قاتلي بغي يبني ملال ان شاء الله المستشفى الجامعي بن سينا ديالي يبني ملال الا المطار ايوا سكا ما ميت كما يطق قاتلي الميزانيه تاع قارتي الجهه مش تيتشامي المفسدين تيتشيل امي تشانا يطغيزرين داوني نتيني المصير الجاكري فاسنون كوني مي اي داي السيلين كوني ما يداي سوكوز ترام بالمعقول مش راس ترام انت تجي من الجوجه جات هاد منا لا تخدم غير الكيضه مي غرضاين داونتيني العداله والتنميه صفاني فيها السنسن الصمتة يا نازرو السما ديالي زيكر زرو دات سري استاذ زرو هنا تيدي زيكر ورمض عيشة وردان تنيارة دا نخدم تمازير راه نمدن هيا موجودين ورين ما داز نسكر ولا ما نسكر السلام عليكم شكون هي
شكون هي وشكون هي شكون هي العدالة والتنمية والعدالة والتنمية وها هي ها هي وها هي هي وشكون هي شكون هي شكون هي شكون هي العدالة والتنمية والعدالة والتنمية. هذا الشهر الدكتور الحسن الداودي غير في واويل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. إخواني سكان مدينة أزيلات، أخواتي ساكنات مدينة أزيلات، مدينة أزيلال وإقليم أزيلال والمناطق المجاورة الذين حجوا من كل حدب وصوب نحو مهرجاننا هذا، شكرا لكم. لو كان بغيت نكتفي بالكلام اللي قالوه الإخوان لو كان كافي، لأنهم تكلموا معكم بقلوبهم، تكلموا معكم بعقولهم، تكلموا معكم بتجربتهم، وتكلموا معكم باللغة ديالكم وقالوا لكم كل شيء. ولكن إلا كانوا يتكلموا معكم حتى أنا سنوات هذه وأنا كنتكلم معكم خصوصا من خلال الأسئلة الشفوية في البرلمان، وكنعرف باللي كنتيو في الغالب كتتبعوني وكتسمعوني وكتفهموني اش كنقول. وداك الشيء علاش جيتيو بهذه الكثافة، هذه الكثافة اللي كيحسدونا عليها بعض الأحزاب المغبونة اللي ما كيتجمعوا ليها الناس إلا إلا عطاتهم الفلوس. ما كيتجمعوا ليها الناس إلا إلا صفطت لهم الكيران. ما كيتجمعوا ليها الناس إلا إلا خوفتهم. ما كيتجمعوا ليها الناس إلا إلا مشات قالت لهم اجيو معنا تحوصوا ونعطيكم باش تغداو وترجعوا بعد ذلك راكبين وتفرجوا في واحد المهرجان تجيو. حنا ما عطيناكم لا فلوس
لا كيران لا غدا جيتو بفلوسكم، مرحبا بكم. جابتكم المحبة الله، جابتكم الثقة، ثقة اللي جات عبر الأيام والشهور والسنين. العدالة والتنمية اليوم ما بقاش مجهولة الإخوان. حنا هذه السنوات طويلة تكاد تصل 20 سنة باش دخلنا للحياة السياسية، والشعب المغربي هو شعب ذكي وما كيتجاوبش مع كل واحد بسرعة. في الأول الناس سمعونا جايين باغيين ندخلوا للحياة السياسية، ترقوا فينا واحد شوية لأنه كانوا كيعرفونا معاهم في الدعوة، كانوا كيعرفونا معاهم في التربية، كانوا كيعرفونا معاهم في الأعمال الاجتماعية مع الفقراء مع المساكين، في الدخول ديال المدرسة في العيد الكبير. كانوا كيعرفونا ثقوا فينا واحد شوية. عطاونا في 97 9 ديال النواب البرلمانيين، واخا الحقيقة أننا جبنا أكثر من داك الشيء، واعترفوا لينا 2 ديال النواب باللي المقاعد ديالهم اللي خداو ماشي ديالهم، ديال العدالة والتنمية. ثقوا فينا، ولكن ملي شافونا في البرلمان شافوا الوجوه ديالنا. الوجه راه كاين طبع، يا اما بالطاعه يا اما بالمعصيه، يا اما بالصلاح يا اما بالفساد. شافوا الوجوه ديالنا، قراو في الوجوه ديالنا الخير، شافوا الكلام ديالنا في البرلمان، لقاو الكلام ديالنا هو اللي كيستجب لداك الشيء اللي هما عندهم في القلب ديالهم وربما ما عرفوش يقولوه. قالوا الله جاب الله النواب برلمانيين ملي كيهضروا كنشعروا باللي الكلام ديالهم بحال حنا بغينا نقولوه، قالوا هما في بلاصتنا. جاو شافوا سمعوا باللي هاد النواب البرلمانيين بقاو بحال اللي كانوا، بقاو ساكنين مع خوتهم في الديور اللي كانوا فيها. شافوا النواب البرلمانيين ديالنا حلوا مكاتب، ماشي هربوا ملي تصوت عليهم الناس مشاو 5 سنين وهما هربانين وعاود جاو يكذبوا على الناس. لا، حلوا مكاتب وبداو تيستقبلوا الناس وكيسمعوا لهم وملي كيسمعوا لهم تيحاولوا يقضيو لهم المصالح ديالهم وما كيتوفقوش دائما. انا نقول لكم كاين ناس جاو عندي ملي كنت نائب في البرلمان قالوا لي السي بن كيران ما دير لنا والو، كاع ملي سمعتي لينا وعطيتينا قيمه وكبرتي بينا الله يسامح ما دير لنا حتى حاجه. ساند يا مواطن، ساند رمز المصباح، ساند رمز العدل. دابا الخطبه ديالي الله يرحم الوالدين. شكرا للشباب، ولكن خلوني راني كنتكلم وكلكم كتشعروا بلي ماشي كنتكلم راني كنتقطع. عندكم تظنوا بان رئيس الحكومه راه عايش في 1000 ليله وليله. رئيس الحكومه ديالكم من الاداره للبيت ديالو، الاداره للعمل الاتصال بالناس، واللي كيألمني اكثر ماشي هي الملفات الكبرى ديال الدوله، هي المطالب الصغرى ديال السكان اللي ما كنقدرش نستجب لها وكنعتذر السكان من الان عليها. هذا الشيء هذا الاخوان اللي تكلمت لكم عليه هو قطره من واد، غيض من فيض. سمحوا لي انا ما كنعرفش شي حاجه نهضر معكم بها، ولكن انا متاكد انكم كتفهموني. وواخا يكون شي واحد فيكم ما كيعرفش العربيه، انا قالوا لي الناس باللي العيالات اللي في المناطق اللي كتتكلم الامازيغيه كبار كيجلسوا قدام التلفزيون
وما كيعرفوش العربيه، وملي كنتكلم كيفهموني، لانه كلامي قبل ما يكون كلام ديال سياسي هو كلام جايكم من القلب ديالي. اسمحوا لي انا تاثرت. راه تنتاثر لانني انسان عاطفي، واخا تكون السياسه غادي ما نقدرش نخبي التاثر ديالي. ما دازت 5 سنين حتى 9 ولا 14 من خلال الانتخابات الجزئيه، الشعب عطانا 9 ما كملش 4 سنين، 5 سنين زادنا 5 اخرين. كنت انا واحد منهم، دخلت البرلمان في 99. ملي وصلت 2002 درنا الانتخابات ديال البرلمان ولينا 42 3 ديال المرات. علاش دوبلتي ولينا 3 ديال المرات؟ بالله عليكم، عمر شي واحد من العداله والتنميه جا عطاكم شي 100 درهم ولا 1000 درهم باش تصوتوا؟ عمر شي واحد من السلطه جا قال لكم صوتوا على العداله والتنميه بجوج منكم؟ ابدا ابدا، لانه بغيتيونا، شفتيونا، عرفتيونا، بلا ما ندخلوا في التفاصيل، بلا ما نقول لكم نظافه اليد، بلا ما نقول لكم حتى حاجه، مفهوم كل شيء، معروف كل شيء. جينا لعندكم 2002 عطيتونا 42 من 14 ل 42. الاول مره حزب كيضاعف 3 ديال المرات العدد ديال النواب البرلمانيين ديالو. في 2007 عطيتونا غير 46. حنا فهمنا الرساله ديالكم، قلتيو لينا الا غادي نتوقفوا في وجه الفساد والاستبداد حنا قابلينكم، الا غتكونوا غير ناس مزيانين ولكن ما في يديكمش، حنا كنعطيوكم فرصه. ها 42 ولا 46 حزموا ريوسكم. وحتى حنا ما كناش بالعاكزين وحزمنا ريوسنا. في 2008 ملي اختاروا لي الاخوان امين عام ديال الحزب، عطاوني وثيقه مكتوب فيها الاختيار الديمقراطي، بمعنى سير دافع على الشعب ديالك في وجه الفاسدين اللي بالغوا والمستبدين اللي بغاو يحرمونا من الحريات ديالنا ومن الحقوق الطبيعيه ديالنا، واللي هانوا المسؤولين واللي ولا حتى شي واحد ما تيشعر براسو لا امين لا مطمئن لا عنده كرامه حتى وان كان من الكبراء، فكيف وهو من صغار المواطنين؟ أنطنا وقررنا نواجهه باللي كتب الله، نواجهوا الفساد، نواجهوا الاستبداد. كان السي عبد الله باه تيقول الله يرحمه وانتم عاقلين عليه، كان تيقول اللي خصو يتقال خصو يتقال، اللي خصو يدار خصو يدار، مهما كلف ذلك من ثمن، مهما كان الثمن. واليوم 2007 دازت، من 2008 وحنا في معركه مع الحزب المعلوم اللي تزاد في لحظه واحده، ما كملش شهرين حتى جا هو الاول في الانتخابات الجماعيه، وجمع من والو من 3 ديال النواب البرلمانيين ولاو عنده 50 نائب برلماني، وطغى على الناس. وإن حنا قلنا ما نحطوش السلاح، لا بد يبقى شي واحد في هذه البلاد كينبه الفوق والتحت، المواطنين والمسؤولين والدوله كامله، اننا غاديين في طريق خطا وخطر وما يمكنناش نمشيو فيها، وسرعانه
ما جاءت نتيجة توقعاتنا لما خرج الشباب في 20 فبراير يصيح ضد الفساد والاستبداد. وإن احنا قلنا لا، فساد الاستبداد نوقف وجهه نعم، لكن نغامروا بالمؤسسات ديالنا لا. ما كاينش في الإصلاح مغرب إلا بالتعاون بين الشعب والمؤسسة الملكية. كل شيء الأمور الكبيرة اللي درناها في التاريخ ديالنا درناها بالتعاون بين الشعب والمؤسسة الملكية. وكانت الاستجابة الملكية من خلال الخطاب ديال 9 مارس، من خلال الدستور الجديد، ومن خلال الانتخابات اللي عطيتونا فيها المرتبة الأولى 107 ديال النواب برلمانيين. أنا كنذكركم لا تكونوا نسيتيو، الانتخابات أخوتي ماشي واحد الخدمة ديال نهار ولا عام ولا 5 سنين ولا 6 سنين. انتخابات تراكم، شيء مورا شيء، شيء فوق شيء. اليوم